هذا ما يسمى بالتهرجاويت. مزامنة مع الإصلاحات التي تقوم بها الدولة المغربية للملاعب استعدادا للقرن القادم. البارحة مباراة قوية جمعت الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير بالبطولة المغربية. أعمال تخريب للمركب الذي استمر أكثر من 12 شهرا في الإصلاحات، وعاد بحلة جديدة وإصلاحات جديدة، ولكن تخريب بعض الجماهير بدون ذكر الأسماء أو من هو الفصيل أو من هو الجمهور وتابع لأي فريق. أعمال تخريبية طالت الملعب في شتى نواحيه. في بعض الأحيان مع الإصلاحات التي تقوم بها الدولة ننسى شيء مهم جدا جدا قبل أن نقوم بهذه الإصلاحات، وهو العمل على الجانب التوعوي لجماهير كرة القدم الوطنية لكي تحترم أي إصلاحات، لتحترم مجهودات الدولة، لتحترم حتى بعضها في داخل المباراة وداخل المستطيل الأخضر. كرة القدم رياضة وليست حرب، ولا أتحدث فقط عن الأعمال التخريبية بل أيضا العنف الكروي والجماهيري الذي نشاهده في الأيام الأخيرة بشدة في المغرب وفي الشارع الكروي المغربي. الجماهير المغربية تطالب بتشديد العمل بالكاميرات، مراقبة الجماهير، لخلق بيئة عائلية مناسبة للمغاربة لتشجيع كرة القدم وتشجيع الفرق التي يحبونها، ولتشجيع جل المغاربة للذهاب للملاعب لمشاهدة كرة القدم، ولا تكون فقط مرتبطة بصورة عنيفة لا تمثل بتاتا الكرة المغربية. شاركوني في رأيكم على ما حدث البارحة، لا تنسوا اللايك والشير والمتابعة. زياد بن يوسف.